جالي تليفون، كان الأستاذ جمال الشناوي. اه أستاذ فلان الفلاني، أيوة احنا عايزينك معانا، هنطلع قناة أخبار اسمها أون لايف، اه واحنا عايزينك معانا. حلو. وقال جنبي، قلت له ثانية واحدة بتعمل كده، قلت له هبيعك وانت جنبي. انت انت وافقت وهو خلاص، جنبك. هو جنبي، كنا متخانقين مع بعض. اه قلت جت له من عند هبيعك وانت ربنا. جنبي، قلت له انا جاهز نتقابل. ورحت فعلا طلعت معاهم اون لايف. كان الاستاذ البير شفيق والاستاذ جمال الشناوي، طبعا انا المعلمين بتوع الاخبار. وطلعت يوم 11 سبتمبر 2011 امم الساعة تقريبا 7 مساء. وضربة البداية كنت عاملها، كان حوار مع جيمس زوغبي من الولايات المتحدة. انت بدأت بتقلق. خلاص، بعدين في وسط التفاصيل دي جات لي كان جات لي بقى المنحة بتاعت الولايات المتحدة. طلعت شوية قبل ما انزل من هناك، كلمني الاستاذ خيري رمضان، وهو ليه عليا دلال شخصي يعني. امم خلاص، ومحبة كبيرة يعني. قال لي وانت لحد دلوقتي ما بتشتغلش معايا ليه قلت له انت قلت وانا قلت لا. امم قال لي تيجي كان في ونشتغل سي بي مع سي بعض، وقتها. نشتغل مع بعض في ممكن. تمام. امم فاشتغلت مع الاستاذ خيري رمضان ممكن. وبعدين طلعت بقى واشنطن اخر 2012 2013 كلها لحد اغسطس او سبتمبر 2014. دي كانت مرحله واشنطن، دي بقى اللي رصدت فيها 30 يونيو كلها من هناك، بمراكز الابحاث بتعمل ايه شفت بالكلام كنت ده جوه كله. هي بص، مساله كلها هي مساله شغف وحب مغامره، وان انت بتتمرد على اي وضع فيه سكون. وضع السكون ده مميت. عايز دايما ترمي حجر في الماء يعني وضع الأكتر. السكون ده مميت. خلاص، وانا ما انا شفت ريلز قريب للاستاذ عادل امام، امم لغايه مناسبه اقول لك على المرتين اللي شفت فيهم الاستاذ عادل امام. بيقول لك الرزق عمره ما يعني ما يصادف وضع السكون. لازم يبقى في حركة. قال لك هو الاستاذ عادل بيتكلم على زملاء ليه، قال له انا عندي زملاء مستنيين ضربه الحظ لحد دلوقتي ما مش هتيجي. مش هتيجي، عمره ما بيجي في وضع سكون. جينا بقى 2013 حصلت ثورة يونيو. ونزلت هنا وقت التنصيب لسيادة امم الرئيس. وبعدين بقى ايه، انا عايز اعمل حاجة ال بقى. 14 بقى. عايز اعمل حاجة هنا بقى. ف مع الدكتور وليد دعبس، عملت جورنال مصر. جورنال مصر. والراجل ده اتحملني كتير جدا. ليه بقى؟ يا لهوي. كنت بص، استاذ محمد التبعي امم عنده تصنيف عظيم للصحفي. ان الصحفي بيمر بنفس المراحل بتاعت الانسان العادي في عمره الصحفي. يعني انت بعد 7 سنين الصحافة تبقى انت تتفطم. تجاوزت مرحلة الطفولة الصحفية. اه من 7 مثلا ل 14 مراهقة. وكده انت في المراهقة الصحفية. تكمل بقى بعد ال 20. 20 تبقى بلغت سن الرشد الصحفي. اه بعد 20 سنة صحافة تبقى بلغت سن الرشد الصحفي. فانا الفترة دي كنت في سن المراهقة الصحفية مع الدكتور وليد دابس. هو في الاخر انا الحدوته خلاص، انا كنت ساعتها لسه جبت 30 سنه. اه فانا عايز ابقى رئيس تحرير، ودفعتي يبقوا هم مجلس التحرير، وكل الاستاف طلب الجامعه.